انسفي الكرش وانسفي الأجناب مهما كانت كبيرة وبقالها سنين طويلة مش عارفة تتخلصي من الكرش والأجناب البطن المترهلة، أو كمان لو عاوزة تنزلي وزنك من 7 ل 15 كيلو في وقت قياسي جدا هتلاقي نزول في الوزن، وكمان هتلاقي بطنك لزقت في ظهرك مهما كانت كبيرة وفي جناب أو في أرداف. من أقوى الحاجات اللي ممكن تاخديها وتجيب معاكي نتيجة سريعة جدا ومضمونة، وكمان بتنظف الجسم من السموم، بتخلي الجسم أنشط عموما، حلوة جدا جدا، وبتعلي حرق جسمك، وبتخلي الدهون تتنحت في الأجناب ومنطقة البطن، بتخلي البطن هتشوفي نتيجة مضمونة جدا ومجربة وليها مفعول سريع جدا في التخلص من الأجناب والبطن سريعا جدا ونزول الجسم. لو انت من الناس اللي حرقك بطيء أو بتحرقي قليل جدا وكمان مش لاقية للموضوع ده حل، حلك عندي وهديهولك في كوباية هتشربيها، هتعلي حرق جسمك وكمان هتنشط عندك موضوع الحرق بشكل كبير جدا، هتخلي جسمك وانت كمان نايمة بيحرق، واول ما تقومي الصبح هتحسي ان انت اخف كتير وبطنك مشدودة ما فيهاش اي ترهل. مكوناتك موجودة عندك في المطبخ وبسيطة جدا، اهم حاجة تلتزمي بيها وتلتزمي بطريقة التحضير، وكمان الاوقات اللي هتاخدي فيها الوصفة مهمة جدا وهتفرق معاكي 180 درجة. نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالله عليكم ربنا يسعدك ويفرح قلبك، ما تنسيش تحطي لايك وشير للفيديو، يا رب كده تزوري النبي إن شاء الله. حطي لايك وشير للفيديو فرحيني وكمان فيدي غيرك ان هو يشوف الفيديو والوصفة دي، لانه الوصفة دي من الحاجات اللي هتفيد اغلب الستات وكمان الرجالة، حلوة جدا جدا لتعلية حرق الجسم ونزول منطقة البطن اللي مقرقة ناس كتيرة قوي ومش بيلاقوا لها حل. النهاردة حلك بسيط وسهل، اهم حاجة تستمري وتنتظمي عليها وهتشوفي منها نتيجة حلوة ومرضية جدا. نسمي الله. مكوناتنا بسيطة جدا، اهم حاجة ناخد الوصفة بالطريقة الصح في التوقيت الصح. ليه التوقيت هيفرق؟ التوقيت هو اللي هيخلي الحرق معاكي يعلى ويزيد جدا. هتجيبي بقى كوباية كده كبيرة شوب، يعني عاوزة مثلا كوبايتين شاي صغيرين، لو هنقدرها دي كوباية كبيرة ممكن على فكرة تشيل نص لتر وزيادة. اول حاجة معايا ومش عاوزاكي تزودي عن المقدار ده، علشان المكون ده زي ما هو هيفيدك وهيعلي حرق جسمك وهيفتت دهون البطن، ممكن يمرر الوصفة ويخليكي ما تحبيش الوصفة وما تحبيش ان انتي تشربيها. طبعا لو ما حبيتيش طعم الوصفة مش هتقدري ان انتي تستمري عليها، فبالتالي الوصفة معاكي هتكون فاشلة جدا، فما تزوديش عن كده. بصوا انا معايا معلقة صغيرة مش مليانة من الكمون الحصى، ومش هينفع ان احنا نستخدم الكمون المطحون لانه هيغير لك طعم الوصفة ويخليها وحشة جدا، فضروري ان احنا نكون واخدين الكمون الحصى وكمان غسلينه ومنشفينه كويس لانه بيبقى مليان تراب. لازم الغسيل وتجفيف الكمون ضروري او تحميصه، بيديكي نتائج حلوة ومضمونة ومن غير ما يضرك كمان. هحط كده اول حاجة معايا الكمون بتاعي، وكمان معايا اللومي او الليمون الاسود او الليمون المجفف زي ما بقى بتقولوا عليه ومعروف، اللي بنحطه في الكبسة دايما ده. هبقى عاوزة ليمونة صغيرة كده، هبدأ ان انا اخد السكينة كده وافتحها، وضروري ان احنا نفتحها او تكسريها، يعني اهي ضروري ان احنا نفتحها. بنحطها كده بالشكل ده. ومعايا تالت مكون، وطبعا ده مفيد قوي لتعلية حرق الجسم والتخلص من السموم، بيفيد قوي يا بنات، بس الناس الوحيدة اللي مش هينفع تشرب الوصفة دي عشان الجنزبيل هي الناس اللي معدتها حساسة جدا فيها قرح. اي حد بيشتكي من المعدة مش هينفع معاه موضوع الجنزبيل، وبرضو اسألي الدكتور بتاعك على موضوع الجنزبيل، لو قالك تمام يبقى تمام، لو في حالة مرضية مش هتنفع. طيب انا عاوزة شريحتين من الجنزبيل كده،
والجنزبيل بتقدري ان انت تحتفظي بيه، تجيبيه كده طازه وتحتفظي بيه سنه في الفريزر، ما بيجرالوش اي حاجه. ومن الحاجات الضروري قوي ان هي تكون عندك. باخد كده شريحتين من الجنزبيل، او لو بالكتير قوي 3 شرايح كده اهو بالشكل ده. يعني بصوا الحته دي ممكن تكفي مرتين كمان. فالقطعه الجنزبيل هتقعد معاكي مده، فاشتريه بجد على ضمانتي، حلوه قوي وبجد بيفرق معاكي في الوصفه جدا. بصوا كده انا هبدا ان انا اجيب دلوقتي الميه تكون سخنه ومغليه، وهنزل على المكونات بتاعتي بالشكل ده كده اهو. ولازم يعني بعبي كل الكوبايه زي ما انتم شايفين، وهبدا ان انا اقلبها. بعد ما اقلبها لازم ان انا اغطيها كمان. بغطيها كده لمدة 5 دقايق على الاقل، بسيبها متغطية كده ومركونة على جنب 5 دقايق قبل ما ابدأ ان انا اشربها. طيب دي ممكن ينفع تحلية سكر دايت او عسل او اي تحلية؟ مش هينفع فيها للأسف اي تحلية. انا مراعية جدا ان الطعم بتاعها يبقى مستساغ كده او مش مر، علشان تقدري ان انتي تشربيها من غير سكر تماما، ولا سكر دايت ولا عسل ولا اي حاجة من الكلام ده خالص. انا عاوزاها زي ما هي، وعلى فكرة طعمها كويس، هتقدري ان انتي تتحمليها وتشربيها. التوقيتات بقى اللي انا عاوزاكي تشربي فيها دي مهمة جدا، وحطوا تحت التوقيتات دي 100 خط، هتفرق معاكي قوي. عاوزة اول كوباية بتشربيها على الريق، بس طبعا ده ما يمنحش لو انتي بتشربي مثلا مية بليمون على الريق، او بتشربي مية بأي طريقة. يعني في ناس بتشرب مية بليمون، في ناس بتشرب مية كده، في ناس بتحط مثلا نقط كده من فيتامين سي على المية. اشربي المية براحتك. بس بعد كده اول حاجة بقى بتفكي بيها ريقك هي المشروب ده. المشروب ده ضروري جدا جدا، زي ما بقول لكم على التوقيت، ضروري جدا يكون قبل الفطار، اقل حاجة بساعة، عشان يبدأ يعلي لك حرق جسمك، وكمان ينزل منطقة الدهون اللي في البطن بسهولة، ان هو يكون في التوقيت ده على الريق. تاني كوباية عاوزاكي تشربيها قبل النوم بحوالي ساعة، وتكوني متعشية قبل النوم ب4 ساعات على الأقل، علشان تنامي ويكون المشروب ده على معدة فارغة، فبالتالي برضو هيفتت الدهون وهيعلي حرقك وهينظم عموما مستويات السكر، وتحفة جدا جدا. عاوزة تشربي كوباية قبل الغداء ممكن، مش قادرة خلاص يبقى هم دولت الكوبايتين أساسيين جدا، إن شاء الله هيفيدوكم وهيديكم نتائج حلوة جدا. ما تنسوش تحطوا لايك وشير للفيديو، ده ضروري قوي، وكمان تكتبوا لي كومنت برأيكم. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.